على أساس إن الغرب بيدعوا التحضر والإنسانية والأخلاق وكل حاجة عندهم الحسنة. في اليوم يظهر الجانب السيء من أخلاقيات الغرب ومنهم الأسبان، لكن مش الكل، بعض الجماهير. حتى في يعني مشاهير انتقدوهم على اللي سووه من هتافات عنصرية وقولهم من لا يقف فهو مسلم، بيستهزئوا في الإسلام يعني. شوفوا معاي فياض كيف بيشرح الفيديو. لامين يامال ينزل بوست تاريخي انتقد فيه جمهور بلده بسبب الإسلام. لكن قبل أن نشوف البوست وإيش كتب لامين، خلونا نعرف القصة منذ البداية. أمس لعب المنتخب الإسباني ضد المنتخب المصري، والجماهير الإسبانية القبيحة بدأوا يغنوا أغنية من لا يقفز فهو مسلم. فشفنا كثير من اللي في المدرجات جالسين يقفزوا على أساس ما يكونوا مسلمين، يعني كأنه يتمسخروا أو يستهزئوا من ذا الشيء. فشوهد لامين يامال وهو طالع وهو معصب وغضبان، واضح شايل على خاطره، بس لحد لحظة ما تكلم ولا طلع أي تصريح. لكن اليوم ينزل بوست تاريخي في الانستغرام كتب فيه: أنا مسلم والحمد لله. بالأمس في الملعب سمع هتاف كل من لا يقفز فهو مسلم. أعلم أنه كان موجها للفريق المنافس ولم يكن موجها إلي شخصيا، ولكن بصفتي مسلما يبقى هذا الهتاف مهينا وغير مقبول. أتفهم أن ليس كل المشجعين هكذا، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يغنون هذه الأشياء إن استخدام الدين كمزحة في الملعب يجعلك تبدو جاهلا وعنصريا. كرة القدم مصممة للاستمتاع بها والتشجيع عليها، لا لاستخدامها في عدم احترام الناس بسبب هويتهم أو معتقداتهم. ومع ذلك نشكر كل من حضر لدعمنا ونراكم في كأس العالم. صراحة أحييه إنه ما سكت وتكلم بالرغم إنه هذول جمهور بلده، بس لأنه ما احترموا دينه وهذا موقف يحسب له. يعني والله ما عن عبث يوم رحت لو سلمت عليه وصورت معاه هذا السيلفي. وحش لامين. عاجبتني التغيير في عقليته اللي جالس يصير الحين. الحلو في الموضوع إن اللاعب لامين يامال مغربي على أصول مغربية، يتكلم عن الموضوع وقد يعني أن الجمهور أساء للمسلمين بشكل عام، أنه هو مسلم وبتقبل الإساءة، لو أنه عليه كمان حركة يعني طيشات كود يهتدي الله. هذا الفيديو لردة فعله.